لم يتبقى الكثير على عودة الأندية للمنافسات سواء المحلية أو الخارجية، وقد يكون الهلال حمله أكبر هذه السنة لتعدد المنافسات محليا وعربيا وآسيويا، ويبقى تحديد الأهداف هو سر النجاح. لا حلم يتحقق دون دراسة سبل نجاحه جيدا، وحلم الآسيوية بات هاجس كل هلالي. استلم دياز دفة التدريب بعد بداية الموسم الماضي، ومع ذلك حقق نجاح باهر وقبل كل التحديات، ولو لم يوفق لما طاله أي عتب أو لوم، على اعتبار أنه لم يكن شريكا باختيار الأجانب، كذلك لم يشرف على معسكر الإعدادي. أما هذه السنة فقد سخرت له الإدارة بعد فضل الله تعالى كل وسائل النجاح، سواء من ناحية تهيئة البيئة الصحية للعمل أو من تميز الصفقات، حيث ضربت تعاقدات بالجملة محليين وأجانب، وسهلت للجهاز الفني ترتيب المعسكر الإعدادي، وباتت الكرة في ملعب دياز، فهل يعزف لحن الآسيوية كما يتمنى ويطرب لها كل عاشق هلالي وينتظرها بفارغ الصبر؟ بقلم مرشد المرشد، أداء مهنا العنزي.